طبعا انا قلت اغسل بقى شويه الحاجات اللي على الحوض كده، والصينيه اللي انتوا عارفينها اللي عليها الدبدوب الجميل دوت، او الارنوب. بحب بصراحه الصينيه دي كانت بتاع من ايام فرحي، يعني بقالها ما شاء الله يعني اكتر من 20 سنه. حياة ربنا. يعني بحب الصينيه دي وما شاء الله يعني نضيفها كده، وبحب استعملها على طول. وطبعا بحب اشارك كده معاكم كل حاجه، قلت ايه اعمل معاكم النهارده كده روتين كده سريع كده، بحيث ان انا اطلع كده واسلم عليكم كده، وتبقى ان شاء الله باذن الله بدايه خير علينا وعليكم ان شاء الله باذن الله، ونشارك معاكم فيديوهات اكتر واكتر. ويا رب كده نكون دايما متجمعين في الخير، وما تحرمش منكم ابدا احلى واجمل اخوات من مصر ومن خارج مصر. ربنا يحفظكم ويوفقكم ويسعدكم ويبارك فيكم وفوق اولادكم. واللي لسه ما دخلش دنيا ربنا يرزقه بنت الحلال تسعد قلبه وتريح باله، امين يا رب العالمين. واحفظكم ويبعد عنكم كل شر وعننا كل شر، امين يا رب العالمين. وما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله اللي كلها كلام طيب، وبجد بتنوروني وبتسعدوني. يسعد ايامكم يا رب وما تحرمش منكم ابدا. بدات اغسل بقى الحاجه اللي على الحوض، معالق الكوبايات الحاجات اللي موجوده كده على الحوض. طبعا ايه يعني بصراحه لسه ما بداتش اشتغل شغل بيتي يعني جامد وكده، بس ايه بشتغل يعني ايه، انتوا عارفين ما عنديش بنات. فبقوم بقى اعمل ايه شويه حاجات كده في المطبخ كده، وارجع ايه تاني على السرير، بحيث ان طبعا ايه يعني مش مجهود يعني كتير. الدكتور قال لي بصراحه ما تعمليش مجهود يعني كتير، ايه لان لسه يعني. فالحمد لله على كل حال كده، رب ادعوا لي بس كده ان ربنا يشفيني ويتم الشفاء على خير يا رب، امين يا رب العالمين. واشارك معاكم كل يوم كده فيديو جميل كده وجديد كده، ونشجع بعض. انتوا عارفين اني بشجع بكم يعني